السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما الجو بيبدأ يحرر كده، أول حاجة بنفكر فيها نعملها يا عصاير يا آيس كريم. النهاردة بقى عاملة لكم آيس كريم الشوكولاتة اللي محدش بيختلف عليه، بس بطعم وطريقة مختلفة تماما عن أي آيس كريم عملناه قبل كده. تعالوا نعمله مع بعض، هيعجبكم جدا. بس في البداية نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وما ننساش طبعا نضغط إعجاب ونشارك الفيديو، وما ننساش طبعا اللايك عشان احنا بنتعب في الفيديوهات جدا. يلا بينا نبدأ في الفيديو بتاعنا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا جبت كوبايه ونص من الحليب، هحط عليهم كوبايه الا ربع كده من السكر، يعني نص كميه الحليب بنحط عليها سكر. وبعد كده هنحط عليهم معلقتين من الكاكاو الخام، ده مش محلى، كاكاو خام اهم حاجه. وبعد كده هنقلب الكلام ده كله على بعض ونحطه على النار، ويبتدي بس اهم حاجه ان احنا نقلبه كويس عشان ندوب السكر على قد ما نقدر، يعني ما نبطلش تقليب لحد السكر ما يدوب، عشان ما يبقاش في قاع الحله بتاعتك ويبدا يكرمل كده ومش هيديك الطف نتيجه يعني. فلازم نقعد نقلبه كده لحد ما يدوب، وبعد بمجرد ما يدوب بنسيبه بقى، بنهدي النار عليه خالص ونسيبه. اول ما يبدا بقى يغلي معانا كده نهدي النار ونسيبه، هنسيبه لحد ما يتقل خالص ويعمل بقى معانا حليب محلى مكثف. بس المرة دي بقى عاملينه بالكاكاو او بالشوكولاتة، مختلف تماما. شايفين اول ما بدأ يتقل معايا بالشكل ده، ابتدى يتقل بقى خالص اهوت، هنبتدي ان احنا نحط عليه بس مكعب زبدة صغير، ممكن تستغنوا عنه مفيش مشكلة، بس مكعب الزبدة ده بيديله برضو نكهة حلوة. شايفين بقى بدأ هيبرد بقى، ونسيبه بقى في بول على جنب كده ونسيبه يبرد تماما. لو مستعجله حطيه في التلاجة، مش مستعجله هتسيبيه على الرخامه كده لحد ما يبرد خالص. بمجرد ما يبرد بقى نبتدي ان احنا نجهز الايس كريم بتاعنا. عندي كوبايه من الحليب وعليها بقى مكعبين 3 من التلج، عشان طبعا الجو حر زي ما قلت لكم، وعشان الكريم شانتيه اللي هنعمله يبقى متماسك وما يمسحش معاكي وما يبقاش حلو. وبعد كده هنزل عليه ب2 باكت من كريم شانتيه، او ان احنا ممكن نجيب الكريم شانتيه اللي هو الفرط ده، هتجيبه على كوبايه الحليب، هنحط عليه كوبايه من الكريم شانتيه. انا عايزاه يبقى تقيل، ممكن نحط كوبايه وربع حليب عليه كوبايه كريم شانتيه، تمام. نفضل نضرب فيه بقى لحد ما يبقى قوامه، بصوا بالقوام ده، يتقل بقى خالص معاكم والتلج ده يدوب تماما. اول ما هيبدا يتقل بقى، شوف كل ما هتضربه اكتر هيبدا يتقل معاكم. اهم حاجه يكون نوعيه الكريم شانتيه بتاعك يكون حلو، عشان طبعا زي ما قلت لكم يديكم نتيجه حلوه. وبعد كده ننزل عليه بقى بالشوكولاته بتاعتي، الحليب المحلى المكثف بتاعي بالشكل ده اللي احنا طبعا عملناه. بس اهم حاجه نسيبه يبرد، وهاكد عليكم ان احنا نسيبه يبرد عشان ما نبوظش الوصفه خالص يعني. اول ما نحطه بقى عليه كده ونبتدي ان احنا نضربه كويس جدا، شايفين بالشكل ده، بصوا بقى بدأ طبعا ينعم معانا خالص ويبقى قوامه كريمي كده. ضربت فيه لحد بقى زي ما قلت لكم التلج اللي معايا، اهم حاجه ان احنا ان يدوب كده خالص، ويبقى كله كده بالشكل بالقوام اللي انتوا شايفينه ده، وكله زي بعض امتزج كله مع بعض. وشايفين بقى مجرد ما بطلعه كده مش بيسيح مني ولا حاجه، ومتماسك جدا. ناخده بقى في فوله كده، بصوا الجمال بقى. ناخده في فوله بقى ونحطه في البوله بتاعتي او علبه تلاجة، ونحطه بقى في الفريزر. يسيبه بقى في الفريزر يجمد خالص، يعني يقعد له كده 5 6 ساعات 8، على حسب بقى طبعا التلاجة بتاعتك بتجمد قد ايه يعني. شايفين بقى نسويه ونحطه بقى في الفريزر. وبعد كده بقى بعد ما حطيناه في الفريزر وخرجته بقى بعد زي ما قلت لكم يعني حوالي 6 ساعات كده ولا حاجه، بدأ ان هو بصوا بقى يتجمد معايا تماما. نعمل بقى عليه صوص شوكولاته، تقدموه بقى مع صوص شوكولاته شويه سوداني، اي حاجه بقى انتوا، شويه مكسرات، اي حاجه كده بتحبوها هتحطوها عليه. عايزه اقول لكم ان ولادكم هيعجبهم جدا. بصوا بقى، عايزه اوريكم بس القوام، بصوا الجمال، شايفين ما شاء الله ما شاء الله، حلو جدا. اكيد انتوا شايفين الجمال ده، مش محتاجه ان انا اقول لكم هو قد ايه حلو. شايفين ما شاء الله طالع حلو جدا، وطعمه كمان خطير بجد. عايزه اقول لكم ان هو مستناش اصلا لتاني يوم يعني، فالحمد لله خلص بسرعه. وطبعا مش هننسى بقى زي ما قلت لكم عليه صوص كده شوكولاته. وصوص الشوكولاته سهل جدا، ان شاء الله هبقى اعمله لكم في فيديو. هقوله لكم بسرعه كده. هنجيب بس كوبايه من الحليب، وبعدين هنحط عليهم ربع كوبايه كده من الكاكاو الخام، وبعدين نضربهم في الخلاط كويس جدا مع نص كوبايه سكر، ونضربهم. وبعدين بعد ما يتضربوا كويس هننزل بقى عليهم بسرسوب صغير كده من الزيت لحد ما يتقل ويبقى صوص شوكولاته المنظر اللي انتوا شايفينه ده. بس كده، وشايفين بقى الجمال ما شاء الله. جربوه ان شاء الله يعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.